القصة ديال اليوم أكثر من رائعة ومشوقة. وكتقول صاحبة القصة: أنا سميتي حنان وعندي 38 عام. ملي كانت عندي 18 عام تقدم لي الصديق ديال خويا اللي كان سميتو مروان. كان من أسرة فقيرة جدا جدا، وحتى هو كان فقير، ولكن ما شاء الله عليه كانت الأخلاق ديالو عالية، كل شيء كان كيشكر، كان مؤدب، قاري مزيان، ما عنده لا بليه لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي خلاني نوافق عليه. وهو كان كبر مني ب6 سنين، كان عنده 25 عام. تزوجنا وكنت مرتاحه معاه نفسيا، والصراحه ماديا كانوا ناقصين بزاف د الحوايج، وكان كيعاونني بزاف لدرجه حتى في الشغل ديال الدار كيعاونني. المهم كان كيتعامل معايا زوين بزاف، وانايا كنت محافظه على الصلوات ديالي. ما كان واخا يكون عندي شي حاجه كتشدني ولا نكون باغا نخرج، ضروري الصلاه في وقتها، وضروري الحوقاله دائما، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنت ديما كنطلب الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا من واسع فضله. المهم من بعد زواجي بشي 5 شهور حملت بنتي بسمه، ومن بعد ما داز 5 شهور في الحمله ديالي مروان وقع لي واحد المشكل في الخدمه وجلس ما بقاش خدام. ما نكذبش عليكم، كانت اصعب ايام حياتي. انا حامله وقريبا نولد، وراجلي ما بقاش خدام، يعني معاناه ديال كنفكروا انا ما خدامش، زائد من غادي نصيرو، من غنوجدوا لهاد البيبي اللي غادي يتزاد. يعني صراحه كانت معاناه كبيره. المهم انا قلت لراجلي، قلت لي شوف، بلا ما تبقى تفكر بزاف، راه الله كبيره، ما كيسد باب حتى يحل البيبان. ماشي ضروري غتبقى تخدم في هذه الخدمه اللي انت مولفها، خدم في اي حاجه، المهم غير تكون شي حاجه اللي حلال، واخا تعرف تبيع وتشري. قال لي انا ما عنديش مشكل، ولكن راس المال راه ما عندناش. المهم انا تسلفت من عند خويا، اعطيتهم ليه وقلت يا ربي تيسر لينا فيهم. وكيف ما قلت لكم، الحوقاله ما كانش كتحيد على لساني ليل ونهار. المهم مشى لسوق الجمله وخدا هذوك الروايح اللي بحال المسك اللي كيديروا الاخوانيين، خدا 36 وحده، مشى باش يبيعهم حدا الجوامع. المهم نهار الاول ما شاء الله باع 26 وحده، اللهم لك الحمد. ملي رجع الدار وعاود ليا، ما نكذبش عليكم كنت فرحانه، قلت الحمد لله، ربي غادي يفتح لنا الابواب ديالو. نتمنى من الله التجاره تكون افضل من هذيك الوظيفه اللي كانت عنده. وقال لي حتى كيفاش كانوا كيتعاملوا مع الناس، وقالوا لي زعما النوعيه اللي غادي يولي يجيب واللي كتمشى اكثر. يعني ربي شافينا صراحه، اللهم لك الحمد. صافي نهار على نهار بدا كيدير الكليان ديالو، ولاو الناس كيوصيوهم على شي روايح اللي معينه، بقى بحال هكا الحمد لله. تا زاد في هذيك التجاره، ولا ما بقاش كيمشي غير حدا الجامع وكيبيع، ولا هو داير طابله وكيبيع فيها، والناس هما كيجيو كيقلبوا عليه، والكليان ديالو كيجيو حتى لعنده. ما جا فيني قرب الموعد ديال الولاده ديالي حتى اللهم لك الحمد ما كان خاصنا حتى شي حاجه. واخا راه هو الخدمه اللي كان فيها حتى هو راه ما كانش فيها شي راتب، يعني كان على قد الحال، ولكن هاد التجاره اللي دار تقريبا احسن بزاف من هذيك الوظيفه اللي كان فيها، على الاقل مرتاح نفسيا. مروان استاجر واحد المحل اللي غادي يولي يدير فيه العطور ديال النساء وديال الرجال، وبقاو كيجيو عنده الزبائن ديالو، دار زبائن وحدين اخرين. المهم تمشى لي داك المحل مزيان. هو كان ناقص شويه في الثمن، ماشي باش يجيب عنده الناس ولا شي حاجه، لا، هو كان كيخاف الله، كان كيقول كل حاجه ناخذ فيها غير شويه باش ربي يرزق ليا فيها البركه. اللهم لك الحمد، هذاك الشيء نيت اللي كان واقع. جا الموعد ديال الولاده، ولدت بنتي الحمد لله بخير وعلى خير، وكانت زوينه ما شاء الله، والحمد لله ما كانت ناقصانا حتى شي حاجه، وعايشين مرتاحين انا وراجلي وبنتي، واللهم لك الحمد، ما عندنا لا مشاكل، ما مخصوصين، ما حتى شي حاجه. وبقينا بحال هكاك عام على عام، حتى الحمد لله شرينا واحد الدار حنا اللي ديالنا، وحيدنا من ديور الكرا. وبكثره الزبائن اللي ولاو عند راجلي، اقترح على خوه، قال لي علاش ما توليش خدام معايا. كان عنده غير خوه واحد، خوه ما رفضش الفكره، قال لي واخا مرحبا، علاش لا. مروان بغى يكبر المشروع، وما بغاش يبقى عنده غير هذاك المحل اللي كان صغير، استأجر واحد المحل اللي كبر من هذاك الاول. والحمد لله من بعد هذا المحل ربي غادي يرزقنا من واسع فضله. فهد بدا كيشري حتى الاسهم، ولا خدام في البورصه. المهم الحمد لله بدات كتدخلنا الارباح، كيشري الاسهم وكيبيعهم، وبقى
وبقى بحال هكاك شهر على شهر، وحتى بالتجاره اللي داير اللهم لك الحمد، يعني ما بقيناش مخصوصين نهائيا. وحتى المحل اللي كان مستأجر صافي خداه ولا في الملك ديالو. والاخ ديال فهد كان فاهم معاه في الخدمه صراحه، هو كان الله يعمر دار وما فيش الغش. المهم فهد والاخ ديالو هما اللي شادين الخدمه كامله، وكانوا عندهم بعض العمال اللي تا هما كيساعدوهم. واحد النهار كنت خارجه انا ومروان، وجاه اتصال من عند الاخ ديالو، بقى واقف مصدوم وكيقول لا ما يمكنش. وانا كنشوف فيه كنقول ليه مالك ياك ما كاين باس. ما جاوبنيش وطاح طيحه وحده. انا تصدمت، ما بقيت عارفه كيفاش نتصرف. كنهضر معاه والو السيد ما كيجاوبش. هزيت التليفون لقيت لابيل مازال دايزه. دويت مع الاخ ديالو قلت ليه شنو شاري ياك ما كاين باس. قال لي راه الاسهم ديالته كامله ضاعت ليه، ما بقى عنده لا رباح لا راس المال. قال لي هذيك الاسهم اللي كانت عندك كامله مشات، ما بقى عندك لا رباح لا راس المال. هو خسر فيها فلوس كثيره. بكثره الصدمه طاح طيحه وحده. اتصلت بالاسعاف، ديناه للمستشفى، والطبيب قال لي بانه راه جاتو جلطه وصافي مات في البلاصه. عرفتي ما نعاودش ليكم كيفاش كنت كنحس في ديك اللحظه. عرفتي ديك الموت المفاجئ الصراحه صدمه، والموت ديالو كانت صدمه كبيره بالنسبه ليا. بقيت كنبكي ليل ونهار وجاني اكتئاب، وما عرفتش نوصف لكم داكشي اللي كنت كنحس به. صراحه الاحساس صعيب وما ما نتمناه حتى شي واحد يا ربي. وكنفكر انني انا ما عنديش نهائيا مع التجاره، كنت معتمده كليا على فهد. انا ما كنمشي لحتى شي بلاصه، حتى من تقديه هو اللي كان كيجيبها ليا. انا كنعرف غير داري صافي، كنعرف غير راجلي وبنتي والصلوات ديالي. وحتى من دارنا كنت كنمشي لها غير مره، وحتى من بنتي زعما اللي غادي نتعاون انا وياها ولا شي حاجه، حتى هي مازال صغيره يلا عندها 15 عام. المهم انا ما قدرتش نبقى جالسه في الدار بوحدي وفي داك الحزن. مشيت انا وبنتي عند دارنا، بغيت باش نخرج من هذاك الجو اللي انا فيه. بقيت جالسه عندهم تقريبا 6 شهور. الاخ ديال مروان هو اللي بقى مكمل التجاره ديالهم اللي كانوا دايرين، وكان صراحه كيتعامل معنا مزيان وعمره ما ضيعنا. داز 7 شهور على الموت ديال مروان، وجا عندنا الاخ ديالو للدار وهضر مع خويا وقال لي انا راه باغي نتقدم الحنان على سنة الله ورسوله، وما غاديش تلقى شي واحد اللي غادي يحن ليها على بنتها، وكيف ما كيقولوا المقربون اولى بالمعروف. جا عندي خويا وهضر معايا. عرفتي ملي سمعت هاد الهضره جاتني بحال الصدمه، ما كرهتش نشدو، ما عرفتش شنو ندير ليه. ما توقعتش نهائيا انه غيجبد معايا هاد الموضوع ولا غيقول لي شي حاجه بحال هكا. قلت لخويا كيفاش هو يسمح لراسو انه يجي يهضر معايا في هذا الموضوع؟ واش انا راجلي مازال ما دارش عليه حتى العام، وانا اصلا ما كنفكرش نتزوج. انا صافي بارك عليا غير بنتي، ما بقيتش كاع كنفكر في الزواج، وبغيت نبقى عندي غير الذكريات مع فهد صافي. في هذيك اللحظه تفكرت مروان، بقيت كنبكي. انا واخا الصراحه ما عمرني ما كنت ناسيه، ولكن في هذيك اللحظه جاني واحد الاحساس اللي غريب. دازت الايام وتقريبا دازت على موت فهد تقريبا شي عام ونص، وعاود رجع الاخ ديالو تاني هضر مع خويا. هو اصلا ما كانش مزوج. جدوى معايا خويا وقال لي انا الصراحه راه كيبان ليا انسان مزيان وما غاديش تلقاي محسن منه، وعارف وفاهم في الخدمه مزيان، وغادي يعرف كيفاش يمشيها، وما غاداش تلقاي زعما شي واحد اللي يحن على بنتك بحال عمها، يعني تقريبا في المقام ديال باها. فكرت في الموضوع بعقلانيه ولقيت ان هضره خويا راه على صواب. قلت انا راه بصح شحال قدي غادي نبقى بوحدي وغير انا وبنتي، ضروري غنبغي شي راجل اللي غادي يكون في جنبي يعاونني في الخدمه اللي خلى راجلي ويعاونني على بنتي. وبطبيعه الحال كون كنت انا اللي مت راه حتى راجلي كان غادي يكون تزوج. فتحت بنتي في الموضوع ولقيتها مرحبه بالفكره. قالت لي مزيان، قالت لي انا عمي عزيز عليا وانا عزيزه عليه. قالت لي انا ما عنديش مشكل. صافي قبلت وتزوجت به، وكان كيتعامل معايا مزيان ومع راني مزيان لدرجه حتى كان كيحشم مني، وبقى اي حاجه ديال الخدمه كيجي يستشار معايا فيها. وانا ما كنتش كنفهم في الخدمه مزيان، كل مره كيقول لي شوفي هذه شوفي هاد الفاتوره سني لي على هاد الورقه. المهم قلت لي انا ما كنفهمش في هذا الشيء مزيان. قررت انني باش نعطيه توكيل انه هو اللي يبقى خدام زعما بقى بل داك الشيء.
بقينا الصراحه عايشين مزيان وعايشين مرتاحين، مهلي فيا مهلي في بنتي، يعني ما كيتعامل معها زوين، ما مخليها خاصه الصراحه حتى شي حاجه. المهم دازت الايام والايام، وراجلي بدا كيتبدل شويه، ولا كيجي معطل واحد شويه في الليل، ولا مره ما كيجيش، كيقول لي عندي الخدمه. التصرفات ديالو بدات كتبدل، ماشي 100%، ولكن داكشي بدا تدريجي، بقى بحال هكاك على هذا الحال. انا ما كنبغيش نبرزطو، ما كنبغي نقول ليه والو، كنقول صافي ربما مع الخدمه، ربما مع هادي، صافي نخليه على راحته. دازت الايام تقريبا واحد 3 شهور هو على هذا الحال. صافي في واحد الوقيته هو يهز حوايجو، ماشي كلشي، هز شي حاجه من حوايجو ما بقاش بان. المهم انا مشيت بقيت كنسول عليه في المحل، سولت عليه الدراري اللي خدامين معاه وداكشي تما، قالوا لي راه 3 ايام دابا ما شفناش. انا الصراحه كان مره كيغيب من الدار بحال هكا يومين 3 ايام على حساب الخدمه، ولكن هاد المره حتى التليفون طفاه، ما بقيت عرفت عليه حتى شي حاجه. وقالوا لي راه مره كانت كتجي عند واحد السيده هنايا، واش كتجي شي حاجه، واش بيناتهم شي حاجه، ما عرفناش. المهم انا حاولت نرجع لداري وتصرفت عادي، وبقيت كنقول نتمنى من الله زعما هادشي اللي كنفكر فيه ما يكونش، ويا ربي تهديه ويا ربي هادي، زعما بقيت بغيت نعمر راسي بهاد الهضره. صافي واحد الوقيته السيد ما بقاش بان، كنتسنى النهار الاول يجي، الثاني يجي، الثالث يجي، دازت سيمانه 15 يوم والو، كنعيط ليه في التليفون طافي. حتى كنتفاجئ واحد النهار ملي كنمشي عاوتاني نسول، كنتفاجئ وغادي نتصدم هنايا صدمه العمر ديالي، انه باع داك المحل اللي كان دايرين فيه هذاك المشروع. ما نعاودش ليكم الصدمه اللي كنت صدمت، ما كرهتش لا ردت حل وندخل فيها. واحد الاحساس، يعني راجلي الاول مات، راجلي الثاني مشى، ما بقاش كيبان، محالي كنسترزقوا منه باعوا، يعني ما بقيتش عارفه كيفاش غادي نتصرف. بقيت كنعيط ليه كنسول والو، حتى وصلتني عليه الخبر من عند واحد السيد كان كيجي تما عندهم المحل، قال لي باللي السيده اللي كانت كتجي عنده تما راه تزوج بيها، وراه مشى هو وياها خارج المغرب، ما بقاوش هنايا. وما نقولش لكم الحاله اللي وليت فيها عاوتاني انا وبنتي، واحد الصدمه ما نبغيهاش لعدوك. تخيلوا ان الراجل اللي وثقت فيه وامنته على الاملاك ديالي انا وبنتي يغدر بيا ويمشي. وليت كنفكر انني حتى منين غادي نصرف على راسي انا وبنتي، ما عندي حتى شي مدخول وما عندي حتى شي خدمه. وليت كنفكر حتى بنتي منين غنخلص عليها المدرسه، وانا مدخلها المدرسه خصوصيه من بعد ما كنا عايشين مرتاحين وما خصنا حتى خير. وليت كنفكر انني ما عنديش حتى عشاليله. الصراحه خوتي عمرهم ما بخلوا عليا، ولكن بيني وبينكم شحال قد خوتي ما غادي يهزوني انا وبنتي. حاولت انني نشجع راسي نمشي نقلب على خدمه، واخا انني ما عمرني ما خدمت ولا كانت عندي شي تجربه، حتى من قرايتي ما كنتش كملتها. المهم لقيت واحد الخدمه في واحد الشركه قريبه للدار، واخا كان فيها الراتب قليل، ولكن حاولت نصبر راسي ونمشي بها الوقت لانني ما عنديش شي حل اخر. وحتى راني حيدتها من المدرسه الخصوصيه ودرتها في المدرسه العموميه. المهم بقينا بحال هكا، دازت ايام واعوام، وغادي يرجع راجلي هو والسيده اللي كان تزوج بيها، ومعاهم حتى ولدهم تقريبا تكون عنده شي 9 سنين ولا 9 سنين ونص. كيبانوا فرحانين وناشطين وعايشين السعاده بالالوان، وانا اختكم مضاربه غير مع الوقت. المهم خوتي ملي عرفوا وجا بغاو يمشيو ليه. انا هضرت معاهم قلت لهم شوفوا ما تمشيو ليه، ما تقربوا ليه، انا اللي غادي نمشي نهضر معاه. بقيت كنقلب وكنسول، بغيت نعرف البلاصه اللي سكن فيها، حيت كانوا قالوا لي شرا شي فيلا. السيد غير باع هذاك المحل ديالي ومشى تبرع مع راساتو ودار المشاريع ديالو، وانا بقيت انا وبنتي في العذاب. ايوا صافي ملي عرفتو فين كاين مشيت بقيت كنتسنى فيه، ما بغيتش نمشي عنده للدار، قلت غادي نبقى واقفه نتسناه حتى يخرج ونهضر معاه. ملي شافني ما نعاودش ليكم تصدم، وفي الاول بغى ينكرني، دار براسو بحال عمرو ما عرفني. قلت لي انا راه بغيت نهضر معاك، قال لي ما عندنا فاش غنهضروا. قلت لي انا راه جايه بغيت غير حقي، فين هو المحل ديالي وعلاش بعتيه بلا خباري. قال لي انا المحل ماشي ديالك، انت اللي درتي ليا وكاله، وملي درتي ليا وكاله راه ولا ديالي.
قلت لي ولكن انا راني ثقت فيك ودرت لك وكاله على اساس انت راك راجلي وانك غادي تبقى واقف على الخدمه وغنبقاو كيف ما كنا، ولكن انت ملي بغيتي تزوج من حقك، انا ما غاديش نحبسك، غير هو كان عليك ما تاكلنيش في حقي. قال لي داكشي كامل لا راه كان ديالي، حتى انا راه ضربت مع خويا تماره، راه ماشي بوحدو اللي كندير هذاك الشيء، وزيدون من هذا الشيء كامل انا راه ما قلت لك كتبي لي داك الشيء في سميتي، انت اللي بغيتي، انا ما ضربتكش على ايدك. المهم بقيت نتغاوت انا وياه، قلت ليه شوف انا راه ماشي من داك النوع اللي كنبقى نغوت ولا انت راك عارف كل شيء، انا راه ما بغيت منك والو، حتى انت سير الله يسهل عليك، انا بغيت غير رزقي ورزق بنتي. قال لي ما عنديش، وسيري اعلى ما في خيلك اركبيه، انا ما عندي ما نعطك، وسد عليا الباب ودخل. مشيت رجعت للدار، بقيت كنبكي نبكي نبكي نبكي، عرفتي طاح عليا واحد الضيم ديال سنين هادي، وتفكرت راجلي مسكين وكيفاش كان كيتصرف معايا، وتماره اللي ضربنا في الاول الاخر جا هو داها بارده. ما نكذبش عليكم اخوتي، ما تقبلت هذا الشيء نهائيا. المهم صافي جاو عندي خوتي وقالوا لي غادي نمشيو ليه ونديروا ليه وهادي، قلت لهم عافاكم ما تمشيوش عنده، الا كنت عزيزه عليكم خليه الله سبحانه وتعالى، انا غادي نمشي نرفع عليه دعوه قانونيه وغادي نشوف شنو غادي ندير. المهم داكشي اللي ما كانوش عندي الفلوس باش غادي نمشي عند المحامي، وكانت واحد السيده خدامه معايا قالت لي راه عندي خويا محامي غير سيري عنده، راه عاودت لي عليك وقال لي قول لي تجي عندي، راه ما كاينش مشكل ديال الفلوس، غير تجي عندي وان شاء الله يكون غير خير. المهم مشيت عنده حتى هو الله يرحم ليه الوالدين، تعامل معايا مزيان، سمع ليا، قال لي شوفي يا لاله، قال لي راك انت اللي غالطه، راه كان عليك النهار الاول ما ديريش ليه وكاله بانه يتصرف في هذاك الشيء ويبيعو ولا يدير فيه اللي بغا. الحل الوحيد اللي غادي ديري هو انك غتمشي ترفعي عليه دعوه قانونيه، وديك الساعه غادي يوقف قدام القاضي وغادي يحلفوا وغادي يدير معاه القسم، وديك الساعه شوفي واش غادي يقدر يخاف من الله وما يحلفش. قال لي انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، سيري رفعي دعوه وشوفي. داكشي حتى هي اللي دارت، مشات رفعات عليه دعوه. المهم بقاو كيتلاقاو وداروا الجلسه الاولى، دازوا عند القاضي. ملي سولو قال لي عاود له داكشي، قال لي هادشي ما كاينش، قال لي انا تزوجت بها وداكشي، ولكن حيت انا زعما هي كانت مرت خويا وبقات فيا وبنتها زعما بحال بنتي وهادي ولكن انا راه ما خديت لها حتى شي حاجه، راه هادشي زعما ديالي، حتى انا راه كنت خدام فيه مع خويا وعندي فيه حقي وعندي. ما فهمتش السيده علاش زعما كتقول بحال هكا. قال لي واش تحلف لينا دير القسم بان هادشي ديالك، ودار القسم. وانا عرفتي كنشوف فيه وعيني يدي زين بالدموع، وما جاتني بحال الصدمه، يعني باش غنهضر ونقول ليه حشومه هادشي اللي كدير، ما قدرتش. حدي كنقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذه هي الجمله الوحيده اللي بقات كتردد في فمي. صافي جيت لدارنا بقيت كنبكي، حدي شاده غير الصلايه وقيام الليل، ونبكي وندعي الله سبحانه وتعالى وكنقول يا ربي تغلبني عليه، يا ربي تنصرني عليه. انا بغيتو كيف ما ظلمني، بغيت يا ربي يجيب ليه اللي ظلمه، انا ما بغيت منه حتى شي حاجه، بغيت غير حقي وحق بنتي. اما هو يمشي الله يسهل عليه، انا اصلا ما كنتش كنحس بشي حاجه من جهته، ولكن زعما واخا مشى تزوج ولا شي حاجه ما بقاش فيا الحال، حيت انه تزوج بقى فيا الحال انه غدرني ودار لي رزقي ورزق بنتي. هذه هي الحاجه الوحيده اللي بقات باقصاني ودارني في خاطري. المهم بقيت بحال هكاك، ويوميا الدعاء الدعاء الدعاء. والله العظيم اخوتي اللي كتسمعوني دابا، الى الدعاء الباب ديال الله سبحانه وتعالى راه ما كيتسد في وجه حتى شي واحد. واحد النهار كان غادي مسافر هو والزوجه ديالو وولده، وداروا كسيده. تخيلوا معايا اشنو غادي يوقع، ماتوا بثلاثه. ربي استجب لي الدعاء ديالي، انا ما كنت بغيت حتى شي حاجه لهذيك السيده ولا حتى داك الولد، بما انه ما عنده ما دار ليا، هو اللي ظلمني، هو اللي دار ليا رزقي ورزق بنتي. وكنت غنبقى ديما نتعذب لو انني انا كنت عايشه في العذاب وخدامه على بنتي 2 دريال، وهو عايش في النعيم بالرزق ديالي. المهم هو ما عنده حتى شي واحد اللي غادي يورثو، كان الاخ الوحيد اللي عنده هو راجلي، وما عنده لا خوت لا حتى شي حاجه، ووالديه ميتين من شحال هذا من يلا تزوجت انا براجلي. ايوا صافي، الوارث الوحيد اللي غادي يكون هو انا اللي مرته ومعايا بنتي، لانني كنت باقي على الذمه ديالو، ما مطلقني ما حتى شي حاجه، غير مشى تزوج ومشى لبرا ورجع الخير كامل لينا. حتى ديك الفيلا اللي شراهنا في المغرب حتى هي ولات ديالتي انا وبنتي، والمشاريع كاملين اللي دار انا هي الوارثه الوحيده ديالته.
وبطبيعة الحال هادشي كامل بفضل الدعاء والحوقالة، وربي ما كيضيع حتى شي واحد في حقه، واي واحد خدا لك حقك ربي فوق منه، وربي عادل ما كيضيع حتى شي واحد. ونصيحتي ليكم، اي مشكله كانت عندكم كيف ما كان نوعها، سواء ماديه معنويه، مشكل كبير مشكل صغير، كيف ما كان نوعه، ما تدقوش نهائيا في باب العباد، دقوا في باب الخالق. الباب الوحيد اللي ما كيتسدش في وجهك راه هو باب ديال الله سبحانه وتعالى. ما عليكم الا بالحوقاله اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكانت هذه هي النهايه ديال القصه ديالنا. شكرا لكم على الاستماع، نتمنى تكون عجباتكم.